مساء الفل والهنا والسعادة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل حاجة حلوة لولادنا تديهم طاقة شوية. انتوا عارفين الايام دي مدارس ودروس، وبصراحة هم مضغوطين واحنا كمان زيهم مضغوطين جدا جدا. بس حابة كده في البداية اشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، واشكر كل اللي بيحط لي لايك وكل اللي بيشاهد لي الفيديو بضمير. جزاكم الله كل خير. والله انا عايزة اقول لكم ان انا داخله على 10 ايام كنت تعبانه جدا جدا. الفيديوهات اللي كنت بنزلها دي والله كانت فيديوهات انا كنت محضراها في التليفون، وكنت بنزل كل يوم منها فيديو. لكن الحمد لله والشكر لله لما لقيت نفسي الحمد لله قمت كده والحمد لله احسن من الاول. حبيت ان انا اعمل حاجه حلوه لاولادي، وقلت بالمره كده اصورها معاكم. يلا في البدايه اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله. وبصوا كده شكل الكب بتاعنا، عايزه اقول لكم بجد حاجه عظمه ما شاء الله، جميل جدا جدا. طريقته بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين. احنا معانا هنا بسكوت، البسكوت ده فيه منه بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، وفيه منه السادة، وعندنا باكو شوكولاتة. هنعمل احلى كبات لولادنا. اخدنا البسكوت قطعناه كده زي ما انتوا شايفين. انا الكب ده هياخد مني واحد بس من البسكوت، هتشوفوا معايا دوت. زي ما انتوا شايفين هعمل طبقه كده من البسكوت، وكلنا عارفين الكريم شانتيه بيتضرب ازاي، واحنا شغالين برضو هنقوله احنا عملناه ازاي. انا هنا معايا معلقه من النسكويك، ومعايا هنا ربع كوبايه من الحليب. وحابه تحطي سكر حطي، مش حابه بلاش، انا محطتش. انا طبعا هحط كده زي ما انتوا شايفين كده معلقتين 3 بس على البسكوت. وعندي هنا الكريم شانتيه، هعمل طبقه كده من الكريم شانتيه. انا طبعا الكريم شانتيه احنا كلنا عارفين بنحطه كوبايه من الحليب المتلج، وبنحط كوبايه من الكريم شانتيه. والكريم شانتيه هنا في نوعين، في نوع بسكر كلنا عارفين، ونوع من غير سكر. والنوع اللي من غير سكر احنا بنحط على الكوبايه معلقتين 3 سكر بودر وبنضربوه. حابه ان انت تعملي كريم شانتيه ابيض هتعملي، حابه ان انت تعمليه بالكاكاو كلنا عارفين بناخد معلقتين 3 برضو من الكاكاو الخام، وبنضربوهم ضربه كويسه، وبيبقى القوام زي ما انتوا شايفين معايا. وهنا خلاص خلصت كده الطبقه الثانيه من الكب، وحطيت كمان الطبقه الثالثه من البسكوت. وزي ما انتوا شايفين كده هحط بقى الطبقه اللي هي الاخيره اللي هي الكريم شانتيه. عندي هنا باكو من الشوكولاته زي ما انتوا شايفين، انا مستعمله دريم بالحليب. هاخدها بقى اسيحها كده واحط لها معلقه واحده بس من الزيت، ويكون الزيت نوع نضيف علشان الطعم يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الشوكولاته في قلب كيس، وبعد كده غليت ميه ورميت الكيس جوه الميه، وما شاء الله ساحت وبقت بالمنظر دوت. طبعا لازم تديها معلقه زيت علشان اللمعه اللي انت بتشوفيها في الكب كده قدام منك. هحط بقى طبقه من الشوكولاته، ودي الطبقه الاخيره زي ما انتوا شايفين. وطبعا كده حبايبي بعد بقى ما عملت الكبات ما شاء الله، عايزه اقول لكم طعمها تحفه. قد ايه هي سهله، قد ايه الطريقه بسيطه جدا، وفرحتي ولادك وعطيتيهم طاقه شويه. لان بجد يعني احنا ولادنا من النوع اللي ما بيفطروش الصبح، من النوع اللي هم بيقوموا من النوم يا دوبك يشطفوا ويصلوا ويلبسوا ويتكلوا على الله على المدرسه. مفيش بقى حته الفطار الصبح الا طبعا قليل جدا لما ياكلوا اي حاجه من الفاكهه. فقلت بقى اعملها لهم علشان ان شاء الله يجوا كده باذن الله من المدرسه بعد الغداء وهم قاعدين بيذاكروا، اديها لهم بقى كده واخليهم يبقى عندهم طاقة شوية للمذاكرة. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعتبر بباكو بسكوت عملتي كب ما شاء الله جميل جدا جدا. والله انا بشوف كده في السوبر ماركت كبات صغيرة جدا، والاقي مكتوب عليه 37 وحاجة و40 و35، يعني حاجات صغيرة قوي. يعني انا الكب دوت بدل ما احنا نشتريه من بره، انا كنت واقفة بشتري حاجات وكانت في ناس واقفة بتشتريه. طب ما بدل ما نشتريه ما نعمله. بس في ناس كتير طبعا ملهاش طقطان ان هي تعمل الحاجة دي، بس احنا النهارده بنعمله حاجات وصفات سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. الحاجه يعني يعتبر برضو الحمد لله مش مكلفه قوي. انت لو جبتي لكل واحد كب شوفي هيعملوا معاكي قد ايه. لكن احنا لما نعمل لهم حاجه حلوه زي دي في البيت كده وتكون نظيفه، واحنا عارفين طبعا نظافتنا وعارفين الحمد لله الحاجه اللي احنا بنعمل بيها احسن بكتير من ان احنا بنجيبه من بره. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الكبات جميله جدا جدا، والطريقه بسيطه وسهله. شايفين ما شاء الله لو ما فيش كبات وعندنا اي حاجه هنعملوها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. المنظر بجد تحفه جدا والطريقه بسيطه وسهله. وده كان فيديو النهارده زي ما انتوا شايفين، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. باي باي.